بتبتدي قصة الفيلم بزوجين جوش وصوفيا بيكونوا رايحين رحلة لكولومبيا عشان هيحضروا مؤتمر صديقهم، وبيقابلوا صديقهم ماركوس في الفندق، وبيتمموا عملية الحجز بالفندق وبيدخلوا غرفتهم. وصوفيا بتعامل جوش معاملة سيئة، وبيكونوا قاعدين مع ماركوس، وجوش بيعرف صديقه ماركوس ان هو وصوفيا متفقين على الانفصال. وماركوس بيستغرب وبيقول طب ليه، لكن ما بيردوش عليه. وصوفيا بتكون قاعدة على اللابتوب بتاعها، وجوش بيسألها ليه ما لبستيش هدومك، فصوفيا بتقوله عشان ماركوس مش فاضي. فجوش بيقول لها ممكن اجي انا معاكي. وبيروح لموظف الاستقبال، وجوش بيقوله مفيش طريق تاني. وجوش بيقول لصوفيا لان الطريق ده هياخد ساعات، والموظف بيقوله الطريق ده مش آمن وكله تعابين. والموظف بيضللهم عشان بعد ما بيمشوا بيبص الراجل غريب وبيغمزله عليهم، والراجل الغريب بيقوم يمشي وراهم. وبيتحركوا بالعربية في طريق كله غابات، وبيوصلوا وبينزلوا من العربية وبيمشوا وسط الغابة. وصوفيا بتكون هنا عشان بتعمل بحث لشغلها، ولما بيرجعوا بيلاقوا حد عند العربية وبيحاول يفتحها. وصوفيا بتقول لجوش مش هنتكلم، فجوش بيقول لها لا لازم اروح للمجرم ده. وفعلا بيروح، والراجل بيكون هو اللي كان في الفندق رافع على جوش السلاح وبيقول له طلع فلوسك. فجوش بيقدر يتغلب عليه، والراجل بياخد الشنطة ويهرب. فجوش بيقول لها خليكي، وبيجري ورا المجرم. وصوفيا بتكون تعبانة ومخضوضة، فبتقع في بركة طين وبتحاول تطلع وما بتعرفش عشان الطينة عاملة زي الرمال المتحركة. وبيجي جوش وبينط عشان يطلع صوفيا، وبيكون هو كمان غرز معاها وبيقول لها الطينة ديت عاملة زي الرمال المتحركة. وماركوس بيروح لجوش غرفته وبيخبط عليه، وطبعا محدش بيفتح. وصوفيا بتقول لجوش اعتقد اني اتحركت شوية. وجوش بيقول لها بيتهيألك. وبيكونوا منهكين ومش عارفين هيطلعوا ازاي. وجوش بيقول لها كثافة الطين اتقل من جسم الانسان. وصوفيا بتحس بحاجة جنبها، وجوش بيقول لها ايه، وفعلا بيكون في جثة كانت غطسة في الطين. وصوفيا بتصرخ وبيكونوا خايفين جدا. وصوفيا بتقول اكيد مات من الجوع. وصوفيا بتقول له انا مش قادرة استحمل، يلا ننزل الجثة في الطين تاني. وجوش بيطلع سكينة من شنطة الراجل الميت. وماركوس بيكون قاعد في الفندق على اللابتوب بتاعه، وبيلاقي الراجل اللي اتهجم عليهم موجود مع موظف الاستقبال، وبيكون شايل شنطة جوش. فماركوس بيروح للراجل وبيمسك الشنطة. وجوش وصوفيا بيسمعوا صوت طيارة، بيقعدوا يندهوا على الطيارة لكن مفيش حد بيسمعهم طبعا. وصوفيا بتبكي وبتحس بألم في ظهرها، وبتظهر حبوب كتير على ظهرها بسبب الحشرات. وجوش كمان بيبكي وبيقول لها للأسف الغرب أحسن منك. وهي بتقوله احنا ما حبيناش بعض أصلا. وفجأة بيظهر تعبان، وصوفيا بتصرخ وتقول لجوش حاسب تعبان. وجوش بيقول لها اوعي تتحركي. وماركوس بيكون مع الراجل الهجام وبيقوله لو بلغتني أصدقائي فين هبلغ الشرطة إن أنت ملكش أي دخل، وإن دوت سوء تفاهم وهتمشي عادي. فالراجل الحرامي بيطلب ساعة ماركوس، وماركوس بيقول له لا ده ديت بتاعت بابا. فبيقول له على مكانهم وان هناك في رمال متحركة كتير. فبيقول له ازاي مفيش رمال متحركة في المنطقة ديت، ده كلها غابات. فبيقول له طين زي الرمال المتحركة. وبيكون جوش وصوفيا تعبانين ومنهكين جدا. وجوش بيقول انا عامل زي المشلول وبيصرخ، لكن صوفيا بتهديه وبتقول له حاول تسترخي. وبيناموا وهم واقفين ساعة تقريبا، وبيقربوا من بعض وبيكتشفوا انهم لسه بيحبوا بعض وبيتكلموا مع بعض اكتر. وبيهجم التعبان على صوفيا وبيلف حوالين رقبتها، لكن جوش بيخلص على التعبان، وبتربط صوفيا التعبان بحزام وبملابس عشان يكون أطول. وبتنجح إنها تربط الحبل في غصن شجرة وتقدر تطلع واحدة واحدة، وأخيرا بتقدر تطلع وبتكون مش قادرة تمشي. وبتمد إيديها وبتحاول تشد جوش، لكن بيقول لها مش قادر، شوفي حد يساعدني. وبتتحرك وبتمشي بالعافية وبتكون هلكانة وبتقع على الأرض. وبيجي ماركوس وفريق إنقاذ وبيقدروا يخرجوا جوش. وصوفيا بتكون سعيدة جدا إن جوش خرج بالسلامة وبتحضنه. وبكده يكون الملخص خلص. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة،
وسلام.